السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طاجين ديال اللحم بالبطاطا. طاجين عادي يومي نقدر نديروه كل نهار، نزيدو عليه غير خضيره متنوعه، وها هو الطاجين ديالنا واجد. فانا غادي اليوم نشارك معكم الطريقه ديالي، وكيجي بها الطاجين رائع، وكيجي هكا خاطر، وكيجي بنين والمهم لذة فيه. فانتما كيف ما شفتوا درت اللحم في الطاجين، درت عليه زويته بلديه وزويته روميه، درت الملح والبزار والثومه كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف عليه ضويمه ديال الزعفران، المهم واحد نص ضامه، تيبقى على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندنا حنايا باش ما تجيش ديك الريحه قاصحه ديال الضامه. غادي نضيف هنايا غير نص ديالها، واللي عنده الزعفران طبيعي يدير واحد رشيشه ديال الزعفران مع اللحم. ايوا صافي، هادشي اللي كاين. تندير الملح البزار الثومه ضامه ديال الزعفران، ونقلي اللحم ديالي مزيان مزيان. فهذه هي الطريقه الصحيحه ولا نقولوا المزيانه باش تجيبي الطاجين لذيذ. اما الا درتي لقمه من الاول، فلقمه كتحرق. اش من لقمه هي الخرقوم والسكينجبير تيتحرقوا، تيعطيو ديك المروره في الطاجين. فهذه الطريقه صحيحه باش انك تقلي اللحم والطاجين ديالك يجي بنين، سواء في الدجاج ولا اللحم. فصافي هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نبدا كنقلب اللحم، يعني يتقلى مزيان على الجويه ديالو بجوج، يتحمر هكا واحد شويه. ومهم وانا ناقص عليه البوطه عادي صافي، ومره نبدا نقلب فيه حتى تيبان لي داك اللحم راه تحمر واحد شويه تجمر، زعما تجمر واحد شويه في القلي ديالو. ديك الساعه عاد باش غادي نضيف التوابل اخرين كيف ما كتشوفوا هنايا. كنبقى مقابله ماشي نسى ثاني ونخليه يتشحر بوحدو، كنبقى مره تنبدا نقلب فيه حتى تيبان لي راه ذهب اللون ديالو. صافي ديك الساعه باش كنبدا نضيف التوابل الاخرى والاضافات الاخرى اللي حنا غادي نضيفوها لهاد الطاجين. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما تحمر مزيان ضفت لي واحد شويه الماء، ما نكثرش الماء. عندي هنا واحد نص معلقه ديال القزبور يابس، الا كان متوفر هي هذيك، ما كانش متوفر ماشي مشكل، غير تا هو تعطي واحد الاضافه واحد المذاق اخر زايد للطاجين. المهم ماشي مشكل القزبر يابس الا ما كانش ماشي ضروري، المهم هو توابل اخرى، خرقوم وسكينجبير والملح والبزار هادو هما اللي ضروريين. هنايا صافي غادي نضيف هنايا نص معلقه ديال الخرقوم. الا لاحظتوا راه ما مكثرش الخرقوم، حيت الا كثرتي ثاني تيعطي المروره كيف ما قلنا، تيخسر المذاق ديال الطاجين. صافي وغادي نضيف ثاني نفس القياس ديال السكينجبير. لا درت نص معلقه ديال الخرقوم ندير نص معلقه ديال السكينجبير. صافي وهادشي اللي كاين. المهم اللي ننصحكم به هو انكم من الاول ما تقليوش مع الخرقوم والسكينجبير مع اللحم، خليوه حتى الاخر حتى تتبللوا شويه الطاجين ديالكم، عاد باش غنديروا التوابل الاخرى. فهذه الطريقه صحيحه، واكيد الطاجين ديالكم غادي يجي بنين. فهذه بالنسبه اللي ما تعرفش يدير الطاجين كاع نهائيا، ولا اول مره بغا يديرو، ولا ما تيجيش طاجين بنين، فتبعي معايا غير الطريقه واكيد ان شاء الله غادي ينجح لك وغادي يجيك الطاجين ديالك بنين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنقلب اللحم واحد شويه، وما تليش غنخليه زعما ما غاديش نخليه ينشف الطاجين من ديك شويه الماء اللي انا ضفت ليه، باش هكا ما تحرقش ليا القامه كيف ما قلنا في اول الفيديو. كنحاول هكا نبلل به واحد شويه داك اللحم والقامه تمشي في البلول كامل. صافي ومن بعد غادي نضيف ليه ثاني شويه الماء وندير ليه البصله وداكشي اللي حنايا خاصنا. ونزيدكم حاجه اخرى، انا هادشي ما كانش عندي ملي درت هذا الفيديو هذا. عندك المصير وورقه سيدنا موسى ما كانوش عندي، فالا درتيهم غادي يجي الطاجين ديالك بنين. تقطعي لي المصير حتى هو، تقطعيه يا اما طروفه يا اما تشديه وتنيليه مع الربيع وترميه على اللحم ولا الدجاج. وكذلك ورقه سيدنا موسى ولا عصايه سيدنا موسى حتى هي كتجي بنينه وكيتلذ الطاجين. هنا غادي نضيف هنايا واحد شويه الهريسه باش كيجي الطاجين ديالي شويه حميمض. كيف ما قلت لكم ما عنديش المصير، فقلت ندير شويه الهريسه. كيف ما كتعرفوا نتوما الهريسه راه كتكون هكا حامضه وفي نفس الوقت مالحه وحاره، فدرت معلقه صغيره. صافي وهادشي اللي كاين. فبالنسبه لهاد الهريسه هذه اللي شفتوني كثرت منها، هذه انا مصيبها في الدار وما حراش بزاف بزاف بزاف، ولكن مزيانه مع مرقده مع الحامض وفلفله حاره، فكتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله نقدر نشاركها معكم ان شاء الله. راني عندي واحد القراع مرقدين ديال الفلفله مع ديك المنيوره، الا كتعرفوا منيوره ديك الفلفله الصغيره اللي تتكون بحال فلفله مكركبه، هي مناش يديروا الناس التحميره. فعندي مرقده ان شاء الله غادي نشاركها معكم في شي فيديو، نعاود معكم هكا الهريسه ديال الدار. صافي غادي نبلل دابا بواحد تقريبا واحد نص كاس ديال الماء حتى الكاس ديال الماء تقريبا. صافي ونسد الطاجين ونخلي هذا اللحم ديالي يطيب
كيف ما كتشوفوا وندوزو باش نوجدوا البصله اللي حنا غادي نضيفوها لهذا الطاجين هذا. فبالنسبه للبصله غنشارك معكم هذه الطريقه هذه، واكيد غادي تجيكم زوينه. غادي تشدي البصله الحمراء، واحد راس كبير ديال البصله ولا جوج ريوسه موينين ديال البصله الحمراء، تشديوهم وتقطعوهم هلالات بحال هذه الطريقه هذه. غادي ديروا فشي بانيو ولا فشي حاجه بحال هكا. انا درت هذه المقيله هذه كانت حدايا، درت ليها شويه الملحه. عندكم تكثروا الملحه، الا درتوا الملحه في الاول في الطاجين حاولوا لانكم ما تنساوش تكثروها ثاني في البصله باش ما يجيكمش طاجين مالح. فالمهم راه كل وحده تبارك الله راه كتعرف القياس ديال الملحه اللي كدير. وغندير هنايا رشيشه ديال القرفه، الملحه والبزار والقرفه صافي. وغادي نخلط هادشي، وغادي نقول لكم واحد لاستيوس ولا واحد الفكره ولا واحد الطريقه باش تجيكم هاد البصله معسله ولذيذه غنشاركها معكم. درنا هنايا الربيع، وغادي ندير فيها واحد المعلقه صغيره ولا المهم هذه معلقه كبيره. غندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر ولا نص معلقه كبيره ديال سنيده سكر سنيده صافي. ونخلط هاد البصله هذه فكتجي بنينه وكتجي لذيذه. خصوصا انا هاد الطاجين هذا غادي ندير فيه بطاطا، ولكن نتوما الا كنتو غديروه معسل انا ما كثرش السكر حيت غادي ندير فيه بطاطا. اذا ما جاش الطاجين غادي يجي حلو وهو فيه بطاطا، فهمتوني؟ الا كنتو نتوما غديروا فيه مثلا البرقوق ولا الزبيب ديروا واحد جوج معالق ديال السكر صغار ولا واحد المعلقه كبيره ديال السكر. فراه اكيد غادي تجيكم يجيكم طاجين بنين وتجيكم ديك البصله معسله ولذيذه وزوينه وعلى حسابي. صافي خلطت كيف ما كتشوفوا خلطت البصله. هنا عقبت واحد شويه حيت انا درت واحد البصله كبيره مقطعه، وعلى حسب الطاجين كيف ما كتشوفوا راه كثيره البصله، فداكشي علاش عقب زدت انا واحد شويه. فانتوما الا كنتو غادي ديروا طاجين اللي هو غيجي يكون فيه البرقوق والزبيب هكا واللوز بغيتو ديروه معسل فزيدوا شويه السكر على القياس اللي انا درت. صافي وما تخافوش راه بالعكس غادي تجي زوينه، وديك البصله غادي تشرب السكر ومع البلول وهذا واللحم، فراه اكيد غيكون هو هذاك. صافي هنا كيف ما كتشوفوا عقبت من بعد ما طاب لي واحد شويه اللحم. غادي نضيف دابا البصله هكا فوق الطاجين وصافي. من بعد غادي ندوز باش ندير الخضيره اللي انا غادي ندير. كيف ما كتشوفوا البصله راها كثيره، وهذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله تجربوا اكيد غادي يجيكم طاجين ديالكم زوين. فانا ما تنهضرش مع العيالات اللي هما حداك تبارك الله تعاودوا الطاجين مزيان. فهاد الفيديو خاص بالنسبه اللي ما تيعرفش يدير الطاجين ولا تصادف مع الفيديو ديالي وشافوا لاول مره وبغى يجرب. فانا داكشي علاش تنقول الطريقه بالتفصيل. فتبارك الله انا عارفه العيالات المغربيات تيعرفوا الطاجين، ولكن هذا الفيديو خاص للناس اللي ما تيعرفوش يديروا الطاجين ولا اول مره غيديروه ولا تيديروه وما تيجيوهمش بنين. فكاينين الناس اللي ما تعرفوش يديروا الطاجين ولا ما تيجيهمش بنين ولا هذا. يقدر على حسب الطريقه كيفاش ينصبوا الطاجين ولا على حسب الاقامه ياك ما تكثروها ياك ما المهم. المهم هذا كيف ما قلت لكم خاص بالناس اللي ما تعرفوش يعاودوا هكا طاجين ديال الخضره باللحم ولا بالدجاج. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت البطاطا غادي نستفها. واخا هاد البطاطا كانت شويه ماشي قد وصافي. درت هنايا مطيشه، خديت واحد المطيشه قررتها وزدت عليها شويه الربيع وشويه البزار وشويه الملح باش ما تجيناش باسله. صافي وهنا غادي نبدا نقاد في الطاجين نستفو مزيان باش هكا يجي في الشكل ديالو مزيان. وبالنسبه للطياب ديال الطاجين اولا ديال المرقه وخصوصا الطاجين على نار متوسطه ولا مهيله شويه. الا كان فوق البوطه نقصوا عليه العافيه باش هكا تيطيب على خاطر وتيجي لذيذ وتيجي زوين وداك البلول ما تينشفش بالزربه. فهذه هي الحاجه الوحيده اللي غادي نعقب نقولها. البلول الا كان الطاجين مجهد راه بالزربه تينشف الطاجين، وكنبداو نزيدوا ليه البلول كنبقاو نزيدوا ليه الماء تيجي الطاجين ديالنا باسل. فحاولوا لانكم تنقصوا العافيه مهيله بحال دايرينه فوق الفاخر وتخليوه يطيب على خاطرو وما تكثروش ليه الماء. كيف ما شفتوا انا راه ما عقبش زدت ليه الماء تقريبا من داك نص كاس ديال الماء، والبصله تلقى حتى هي الماء ديالها وهكا ما تليش انا شربت الطاجين ديالي بالبلول بالماء ولا كثرت ليه الماء وجا تبارك الله لذيذ بزاف. الصراحه انا براسي ما قنعتش منه، وانا بعض المرات ما تيعجبنيش الطاجين ديالي واخا مع شنو ندير ليه ما تيعجبنيش. وهاد الطريقه هذه راه جات الطاجين لذيذ بزاف. المهم صافي هنايا بارك عليا من الهضره كثرت لكم واقيلا الهضره بزاف. هنايا درت هاد الفليفله ديالي تشوا ودرت معها الدنجال ومطيشه وهكا نرافق هاد الطاجين هذا بسلاده مغربيه مشويه. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله الفيديو نال الاعجاب ديالكم. فالطريقه اللي كنتو كتعملوها كنديروها في بواطه باش هكا ترجع ليها الصد وكتقشر بالزربه. فهذا من بعد ما طاب الطاجين ديالنا كيف ما كتشوفوا راه من البلول ديالو باين اش اللي كنت نعاود لكم من قبيله في هذا الفيديو هذا كيبان داك الختوريه ديال البلول باينه.
وصافي هادشي اللي كان. شوفوا معايا هنايا راه باقي تيبقبق فوق البوطه واخا طفيت عليه العافيه. هانتوما من الشكل ديال البلول يبان لكم العربون. فصافي هنايا كيف ما كتشوفوا هنا صافي غنحط طاجين ديالي ان شاء الله للغدا. وكيف ما كتشوفوا رافقته بهاد الشلاضه هادي كتعجبني بزاف ديال الدنجال ومطيشه والفلفله. فهاد الشلاضه هادي كندير لها الزيت بلديه. المهم تنيلها بعدا مزيان، تنقرضها مزيان، ما تنخليش هكا طرافي كبار. كنضيف لها الربيع مقطع وكنضيف لها الكمون والملحه والزيت البلديه صافي والثومه، 2 دروس ديال الثومه محكوكين ضروري باش كتجي بنينه بزاف. وصافي هادشي اللي كاين. فانا هاد الشلاضه كتعجبني بزاف خصوصا في رمضان تنديرها يوميا هي باش تنفطر. وصافي هادشي اللي كاين. هذا هو الطواجين ديالنا. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو هذا وتجربوا الطريقه اللي انا درت تبعوها وان شاء الله ينجح معكم في اول مره غادي ديروه. وهنا جينا لنهايه الفيديو. نتمنى على ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم ويعجبكم وتستافدوا منه ان شاء الله. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش لانكم تشاركوا في القناه فضلا وليس امرا. وتخليوا لنا واحد لايكات اللي هما زوينين وكومنتيرات زوينين. ونتلاقى ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم.